يا مساء الخيرات على حضراتكم جميعا. اتكلمنا من قبل افتتاح المتحف المصري على الهجوم اللي بيتعرض للمتحف المصري والحضارة المصرية والتاريخ المصري والآثار المصرية وكل الحاجات دي. في أول يوم لافتتاح المتحف المصري يوم 4 نوفمبر اللي بيتزامن مع يوم اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، كان يعني الحضور أو عدد الزوار في المتحف المصري كبير جدا، 18,000 زائر في أول يوم لافتتاح المتحف المصري. طلع على المتحف المصري طبعا الكثير والكثير من الإشاعات من المهابيل، زي ان مثلا اليابان نظرا لان هي من اللي مولت المتحف المصري، انشاء المتحف المصري، ان ليها حق الانتفاع لمدة 10 سنين. طبعا وزارة الآثار طلعت اصلا تجديد بده، وطلع التجديد ان ده مش حقيقي ومفيش الكلام ده كله، ولكن الإشاعات او المحاولة ان انت تقول ان المتحف ده ملهوش لازمه، وطبعا احنا عارفين شرق البحر كده هم اللي بيطلعوا معظم الاشاعات دي، ومسرحين مهابلهم من شيوخ السلفيه الوهابيه. مش بس كده، احنا نلاقي ان في ناس ابتدت تنتقد البناء بتاع المتحف، وان هو في مشاكل بنائيه ومشاكل هندسيه. المتحف المصري الكبير في خلل باستعمال المثلثات هنا ما لها اي هدف منطقي، فقط مدخلين الهويه بالغصب. خلاص فكونا من القرف ده، شعورك بالنقص وانك لا زلت قزما امام تلك الحضاره لا يعطيك ابدا الحق ان تنتقد اي شيء في المتحف المصري الكبير، وما عليك فعله هو اظهار الاحترام كما يفعل شعوب العالم. من انت حتى تنتقد شيئا هنا وشيئا هنا؟ يا رجل عود للخيمه وفكنا من شر. ونلاقي واحد تاني طالع يتكلم على ان الاثار دي يعني مقلدة، يعني الآثار دي مش حقيقية، مش مستحيل تكون حقيقية. يعني ايه المصريين القدماء شايلين شنط، ويعني ايه اللي موجود ده؟ كل ده مقلد وكل ده مش حقيقي. اللي هو يعني نقلب لك التمثال هنلاقي ميد ان تشاينا تحت مثلا. المهم حضراتكم، حملة غير طبيعية، حملة مسعورة، حملة يعني غير طبيعية، ولكن طبعا كان على رأسها وأهمها المشايخ. طبعا شفنا الشيخ مصطفى العدوي لما طلع أبرأ من هذه الحضارة وفرعون الكافر، وبعد كده اتقبض عليه واتقال ان هو كان بسبب كلامه على المتحف المصري والحضارة المصرية. ولكن هو الموضوع انا قلت لحضراتكم ان هو ابعد من كده بكتير. انت شبه بتحرض على اي حد بيتكلم على الحضارة او منتمي او بان هو كافر. اذا في يوم من الايام ان انتوا ليكوا حق في الخروج عليه، فبعد ما كنتوا مثلا في يوم من الايام بتكفروا النظام والحكام والرؤساء والملوك والكلام ده كله، انتوا النهارده وصلتوا لمرحله ان انتوا بتكفروا الشعب نفسه لمجرد ان هو بيقول انا مصري ودي حضارتي وانا بفتخر بيها. ولكن الشيخ مصطفى العدوي طلع كفاله 10,000 جنيه، وطلع بعديها او لما طلع الشيخ مصطفى العدوي طلع بقى تلامذته. ما هو ليه موردين كتير، واحنا عشنا سنين طويله جدا 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 مع مهابيل السلفيه الوهابيه، واللي اتمسح دماغهم في الزوايا بتاعت الزوايا اللي كانت تحت البيوت، واللي كانوا موجودين في كل حته، واللي كانوا بياخدوا الشباب والى الجهاد، والقدس رايحين شهداء بالملايين، ولما جينا نقول اتفضلوا روحوا جاهدوا عشان تحرروا القدس وتحرروا فلسطين، الله الوكيل ما في صرصار اتحرك. المهم نلاقي بعضهم بقى الكثير منهم طلعوا مش بس يهاجموا بقى الحضاره والمتحف، لا ده كلام فارغ. ده ابتدوا يهاجموا الشيخ احمد الطيب شيخ الازهر والشيخ اسامه الازهري وزير الاوقاف، لان هم قالوا ان الحضاره المصريه ما كانتش وثنيه، وان المصريين القدماء كانوا موحدين، وابتدوا كمان يتهموهم انتوا اللي انتوا بتقولوه ده، زي ما حضراتكم هتسمعوا. هذا كلام لأسامة الأزهري وزير الأوقاف المصري، الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري يقول إن الحضارة المصرية القديمة لم تكن حضارة حجر وصنم، بل حضارة إيمان وضمير. إيمان بماذا؟ كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى واحدا أحدا، بل كانوا يعبدون الفراعنة، كانوا يعبدون البشر، كانوا يعبدون الشمس رع. يقول فالمصري القديم حين نحت المعابد وشيد المقابر كان يؤمن أن وراء هذا العالم حياة أخرى، كان يشيد المعابد على أي نظام؟ على نظام التوحيد، معابد لله وحده لا شريك له، أم معابد وثنية يعبدون فيها غير الله سبحانه وتعالى؟ فهل هذا الإيمان يوافق إيمانك يا دكتور يا أستاذ يا دكتور يا أزهري يا أشعري يا صوفي يا إمام يا ابن المشايخ يا تلميذ المشايخ؟ وأن العمل الصالح والعدل والصدق هي مفاتيح البقاء الأبدي. لا، هي ليست مفاتيح البقاء الأبدي، لأنه بقاء في جهنم إن لم يرافق هذا توحيد. أين عقيدته؟ مش بس الشيخ أسامة الأزهري، ومش بس الشيخ أحمد الطيب، ده الشيخ أحمد كريمة طالع في هجمة شديدة عليه، لأنه قال نفس الكلام، كما لو كان المفروض أن شيخ الأزهر والمفتي ووزير الأوقاف كانوا يطلعوا يكفروا الشعب المصري والحضارة ومش هقول لكم يعني بس لا، ده هم كمان تقريبا كانوا عايزينهم
يحرضوا على يعني المتحف، زي ما في واحد برضو الامن بيدرس او بيشوف الفيديو بتاعه حرض على هدم التماثيل وتكسير التماثيل والاثار اللي موجوده في المتحف المصري. فاحنا وصلنا للتحريض الحقيقي، ان في النهارده حد طالع بيحرض على الاثار وبيحرض على الناس اللي بتتابع ده او الناس المهتمه بده او الناس اللي هتزور ده. وده مش تحريض بس على الشعب المصري، ده تحريض على اي حد مهتم بالحضاره والاثار. اذا فهو برضو بيرجعنا لورا لايام التسعينات والثمانينات لما كانوا بيستهدفوا السياح فالموضوع اكبر بكتير من حريه التعبير. ده مش حريه تعبير ولا حريه راي، انت حر ما لم تضر، انت كده بتضر اللي حواليك كلهم وبتضر كل الناس. فمش بس هاجموا الشيخ احمد الطيب واسامه الازهري واحمد كريمه ومفتي الديار، لا لا لا، ده طلع بقى تلاميذه يدافعوا كمان عنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمتين على السريع كده بخصوص اعتقال وخروج الشيخ مصطفى العدوي بفضل الله والحمد لله، وربنا يكتبها لجميع إخواننا أهل العلم وطلبة العلم وعوام الناس المحتجزين من سنوات طوال في سجون الظالمين. خليك ووطن نفسك انك تكون صاحب مروءة في حالة انك بتختلف مع حد. ليس من المروءة أن تأتي وقت ابتلاءه وتذكر أخطاءه بقى وتقول ما هو أصل كان وشوف أقواله اللي كان والله العظيم الواحد لا يعني يطيق أن يبتلى أي نفس بريئة، مش هقول لك مسلم، أي نفس بريئة بليلة واحدة في أقبية الأجهزة الأمنية. فخليك عندك مرة، طول ما انتوا الاثنين في أمان المساحة واسعة. انتقد كلام الشيخ واتباع الشيخ ينتقدوا كلامك، او لو هم رؤوس قصاد بعض ينتقدوا، مساحه واسعه. لكن نسيب المجرم الاصلي ونفرح بتسلطه على اخواننا ونذكر اخطائه والكلام ده كله؟ لا. وما تجيش هنا تصدر كلمه من اعان ظالما سلط عليه، لان في فرق هنا. دي مش اعانه، ممكن تكون اخطاء في اقوال بعض من تخالفه. فحضراتكم الموضوع كبير وبيكبر، وللأسف الناس دي كبرت واستفحلت وغسلت عقول شباب كتير، ولكن نظرا دلوقتي لحالة من الصحوة وحالة من حالات التنوير اللي بتحصل، طبعا ده راجع للسوشيال ميديا، فرقت كتير مع ناس، ان الناس ابتدت تدور وتسأل، فهم للأسف مش عارفين يلاقوا مجال على الأرض زي ما كان موجود زمان. مش عارفين يلاقوا ده، لان بيلاقوا هجوم بقى. يعني انت النهارده بتكفرني، لا انا عندي الدليل، لا انا عندي الحجه، لا انا مش عارفه ايه. طبعا بيتواكب مع ده او بيتوازى مع ده كلام مشايخ زي الشيخ احمد الطيب، ومع ان هو كمان يعني هيكفروه او بيكفروه، غيره وغيره وغيره من المشايخ. وده اللي خلاني لما جيت كلمت حضراتكم على الناس اللي بتدعي ان رمسيس الثاني هو فرعون موسى وكلام، انا اتكلمت من القران لان هو ده فكرهم. فاذا انتوا كذابين ومدلسين. والناس اللي يعني في التعليقات، وطبعا ليهم مني كل الاحترام، اللي كانوا بيتكلموا على يعني السرديه التاريخيه، الكلام ده كله والكلام الصعب تحط الاثنين مع بعض. عشان كده بنقول افصل التاريخ عن الدين، ولكن في ناس لازم نرد عليها ونثبت لهم ان سواء تاريخيا او دينيا مستحيل يكون رمسيس الثاني هو فرعون موسى، فرعون الخروج، هو مش مصري اساسا. ففي ثوابت، وهي ده اللي احنا عايزين نقوله، يعني هي دي الثوابت. ولكن حضراتكم بعد فكره بقى التكفير والهجوم على الشيوخ والكلام ده كله، وطبعا الاثار ده القبض على مصطفى العدوي، الشيخ مصطفى العدوي، اللي هو بالمناسبه يعني مش خريج ازهر ولا حاجه، ده خريج كليه هندسه جامعه المنصوره سنه 77، اللي بعديها سافر لليمن، اتعلم على ايد مجدد السلفيه في اليمن مقبل ابن الهادي، اتعلم على ايده هناك، وهو هو استاذه هناك من سنه 80 لسنه 84. رجع ابتدى يمارس الدعوه في جامع صغير كده في المنصوره لحد ما ربنا كرمه وبنى جامع، الحمد لله والشكر لله. ومن ساعتها بقى ليه مريديه والناس ماشيه وراه، وسنين طويله زي ما انا بقول لحضراتكم، احنا من الثمانينات والتسعينات في هذا المد وهذا الزحف الوهابي اللي غسل عقول ناس كتير. المهم مش بس كده، لا احنا في حركة بقى مش احسن حاجة.
على السوشيال ميديا، والناس اللي بيقولوا الفتنة وان المصريين بيتعمدوا بعد الحادث او اللي حصل في الحرم. ورغم ان انا من الناس اللي قلت احنا مش هنعممه، مش هنجمع، مش هنقول الشعب كله، وزي ما في رجال امن زي اللي اخطأ في حق السيدة اللي هي اصلا مش مصرية، اللي هي مش زوجة المصري، يعني عشان بس في قالوا انها زوجته وانها مصرية، الست اللي اتجرجرت دي ما كانتش مصرية وما كانتش زوجة المصري، ووزارة الخارجية اتدخلت في الموضوع وتم الافراج عن المصري بعد ما تم القبض عليه. وانا كنت قلت لحضراتكم الموضوع ده، ولكن نلاقي بقى بعض الحسابات مش قليلة ومش حسابات وهمية ومش حسابات فيك. يعني نلاقي حساب زي ابن ناصر، بن ناصر وفيصل والناس اللي على طول بيشتموا في المصريين على السوشيال ميديا وكولومبوس، ابتدوا يخشوا في حتة مش أحسن حاجة وما نصحش حد إن هو يخش فيها. المسيحيين في مصر بس هم بيقولوا نصارى مصر هم الكميتة، ان النصارى هم الكميتة، وان هم اللي بيحرضوا على الاسلام والمسلمين، وهم اللي بيحرضوا على الحرم، وهم اللي بيحرضوا على السعودية، وان الاخوان والصوفية الموجودين في مصر وصفوهم بالدياسة، ان هم سايبين النصارى مصر يمشوا وراهم، او الكميتة ماشيين وراهم، او هم اصلا الكميتة. في حالة من حالات التحريض على المسيحيين في مصر من بعض الحسابات، وحساب زي حساب كولومبوس ده عنده اكتر من 700,000 وموثق، وعلى طول شتيمة ولعنة في مصر والكلام ده كله. فحضراتكم احنا عارفين كويس قوي ان لو في مصري، ودي حصلت اكتر من مرة، ان صيدلي مش عارفة اتكلم على ايه في السعودية، ان دكتور قال ايه في السعودية على الحساب وبيجيبوا له من حسابه القديم. يعني لو احنا النهاردة في 2025 وكتب حاجة في 2020 ولا حتى سنة 2000 واتلقطت من الاكاونت بتاعه واتنشرت، بيتجاب من قفاه ويترحل. اذا فحضراتكم النهارده احنا بنتكلم على حسابات بتحرض على المسيحيين المصريين اللي موجودين في مصر، وبتتهمهم ان هم بيحرضوا على الحرم وبيحرضوا على المسلمين وبيحرضوا على الاسلام، ودي مش احسن حاجه. لان احنا عندنا بالتزامن مع حاله السخونيه قوي اللي موجوده عند شيوخ الوهابية السلفية اللي ابتلينا بيها من سنين طويلة، فنلاقي هذا التحريض، فنلاقي حد مغسول دماغه اهبل وعبيط، يبقى انت كده تاخد كلامهم ان المسيحيين اللي موجودين في مصر بيحرضوا على المسلمين، بيحرضوا على الحرم، بيحرضوا على بيت الله، على الكلام ده كله. الحاجة دي مش كويسة، وارجو ان احنا ما نخشش فيها من اي جنسية، ما تخشش فيها مع المصريين، لان اللي انتوا بتتهموهم ان هم سبب التحريض، هم ما حصلش تحريض اصلا، قلة الأدب والتجاوز جت من عندكم. وإن كون إن مصري يعني وقف لواحدة ست هي سيدة هو مش تبعه، إن ما يصحش إن ده يحصل، ما يخليكوش تتكلموا أبدا، ومش من حقكم أبدا تتكلموا على المسيحيين في مصر. فاللي بيحصل ده تحريض، وإحنا عارفين ممكن تكون تبعاته سيئة قد إيه من بعض المهابيل المغسول دماغهم ويؤدي لإيه. فأرجو إن لموا تعبينكم واحترموا نفسكم، دي مش حتة حد يخش فيها. فكرة إن أنت تقسمنا ده شوية صوفية وتتكلموا زي ما اتكلمتوا على المولد بتاع السيد البدوي، طول عمرنا عندنا موالد وطول عمرنا بنحتفل بالموالد وطول عمرنا المصريين بيحبوا آل البيت وبيحتفلوا، واللي قلتوا عليهم مصر تتشيع. اتحدى ان الناس اللي نزلت في المولد السيد البدوي ولا مولد الحسين ولا مولد السيدة نفيسة ولا السيدة عائشة ولا السيدة زينب ان حد اصلا فيهم يعرف يعني ايه شيعة اصلا. هم بيحبوا آل البيت. ففكرة التحريض ومحاولة تقسيم المصريين والغل والهري والصرم اللي بيحصل ده مش في صالح حد أبدا، وبس عشان احنا ولاد ناس ومتربيين. احنا ما بنجمعش حد، احنا بنقول البعض، وحسابات موثقة وحسابات كبيرة، والكثير في التعليقات بيدعمها، واحنا عارفين كويس قوي ان لو عايزين تجيبوهم هتجيبوهم. المهم عشان ما نبقاش برضو زي ما بقول لحضراتكم ان احنا جمعنا الناس دي كلها، المتحف المصري كان فيه مجموعة من الشباب السعوديين وأشادوا بمدى جمال المتحف المصري، وكانوا منبهرين جدا بالحضارة المصرية والآثار الموجودة في المتحف المصري. الكل اللي يشوفنا بعد تعالوا. أنا أول ما دخلت ما شاء الله يعني مش متوقع أنه بيكون بهذا الجمال صراحة. للأمانة شيء مبهر، شيء عظيم، شيء جبار على الشغل هذا ما تقبل هذا الكبر. احنا الحين ماخذين ساعتين وما خلصنا 2 زون بس، باقي لسه اللي هناك بعد. شعور غريب صراحة بالنسبة لي، أنا أول مرة يعني صراحة، ومتفاجئ وشايف الأشياء غريبة صراحة. يعني حتى التعبير بالنسبة لي صعب يعني في أماكن زي هذه، لأني منذهل يعني شيء أول مرة في حياتي أرى هذا الشيء يعني. والله مصر شكرا على الشيء الطيب هذا صراحة، وأنا تراني أجيها من قبل 10 سنوات، بس المرة هذه يعني شيء ثاني حتى برا المتحف. أفكر لو جيت السعودية أني على طول أجيب أهلي وأطفالي
ما شاء الله. واقاربي واذهب الى مصر مره اخرى صراحه. قاعد اقول له يعني إن شلون الاشياء هذه جابوها من اماكنها نفسها، وين لقوها؟ كيف طريقه النقل جابوها هنا وحطوا زي رمسيس يعني نفسه مره كبير. اي وحاجه يعني بيرفكت مره، يعني شلون تجي بنفس ما كانت قبل هي الحين موجوده. يعني مصر تحيا مصر عموما. تحيا مصر. تحيا لو في مصر. كلمه توصف بنقولها بس ما في. المهم، وبعيدا عن المتحف المصري اللي هاري وكايد الكثير والكثير وحاولوا يعني يلاقوا في الورد عيب وما لاقوش، كان في بقى ايه بعيدا بقى يعني عن النكد والغم ده، في حاجتين كوميديين، كوميديا نجيب الريحاني الله يرحمه. اول واحده ان حماس بتطالب الناس بايجار الارض اللي عليها الخيمه. حماس انتوا قاعدين وعاملين خيمه بعد ما غزه كلها اتطربقت على دماغ اللي فيها وما بقاش في بيوت واتدمرت واباده وسرقه مساعدات، وطبعا الحاجات اللي اتكلمنا فيها كثيرا وكثيرا على حركه المقاوله كما يقولها الاستاذ المحترم اسامه الدليل. حركه المقاوله بتطالب بايجار، يعني انت بعد ما بيتك اتهد فرحت عامل خيمه فبيطالبوا بايجار كمان. فالحقيقه انا ما شفتش بجاحه اكتر من كده. ده غير ان طلع موسى ابو مرزوق طلع بيتكلم على ان في حاله ان خدتوا سلاح حماس او نزعتوا سلاح حماس مش هيبقى في حد يدافع عن المستوطنات الاسرائيليه. هل ده اعتراف يا موسى ابو مرزوق ان انتوا اصلا كنتوا موجودين عشان تحموا المستوطنات الاسرائيليه؟ هل ده نعتبره اعتراف منكم ان انتوا اصلا كنتوا موجودين عشان تخدموا على الصهاينه؟ المهم طبعا دي مش كوميديا، طبعا هي كوميديا سودة، ان الحركة دي لا بتنضف ولا هتنضف. الحاجة التانية برضو الكوميدية جدا، زهران مداني عمدة نيويورك، الناس طالعة، بنت خيرت الشاطر طالعة اللهم اعز الاسلام والمسلمين، ومحمد الصغير طالع بيقول لقد نصرنا الله بالجولاني وزهران مداني، والناس فرحانين جدا جدا بزهران مداني، مع ان زهران مداني هو من اصول اوغندية هندية، اتولد في اوغندا وبعد كده انتقل الى جنوب افريقيا وراح امريكا في سن السابعة. امه هندوسية، ابوه من الشيعة الاثنى عشرية، وبيدعم الالوان الريمبو المثليين. فكل ده ونلاقي ان السلفيين الاخوان كله دعمه، كله كم نفاق غير طبيعي. يعني انتوا النهارده كل يوم والتاني السلفيه الوهابيه والسلفيين بيكفروا في الشيعه وبيلعنوا سلسفيل ابوهم ويعني ناقص يولعوا فيهم بجاز. اول ما جه زهران مداني قال لك الله اكبر والدين والكلام ده كله، عشان بس تعرفوا قد ايه هم منافقين يعني. لكن انا شخصيا مش فارق معايا، يعني مش فارق معايا انت مسلم مسيحي شيعي بتدعم ايه، لا مش قصتي، لان انا مش منتظره ان شخص هو اللي هينصر الاسلام او هو اللي هيدعم الاسلام والمسلمين يعني. ولكن كم من نفاق غير طبيعي. يعني انتوا تكفرتوا الشيعة وقلتوا انهم كفرة ويعني ناقص تخرجوا عليهم، وسويتوا ما بين الجولاني اللي هو اساسا قلتوا انه خلص سوريا من الشيعة وخلصهم من ايران والتدخل الايراني، ورايحين شايفين ان واحد شيعي اثنى عشرية هو كمان اللي هيدعم المسلمين. سبحان الله، انتوا لا مله ولا دين ولا مبدأ الحقيقه يعني. طب هو بيدعم المثليين، ايه رايكم في الموضوع ده؟ هل ان شاء يعني ممكن نلاقي في يوم من الايام الاخوان طالعين رافعين الاعلام بتاعه المثليه وبيدعموا المثليين اقتداء بزهران مداني؟ هل ده ممكن نلاقيه في يوم من الايام؟ حضراتكم كل ده بيوصلنا لحاجه مهمه جدا، ان الكثير من المشايخ مدعي ان هم رجال الدين ولكن هم في الحقيقه تجار دين، هم بيتاجروا بالدين للوصول لاهدافهم اللي هي في الغالب الحكم. زي ما محمد الصغير اللي كان شايف زهران مداني ده ان هو نصره للدين، كان شايف ان ربنا بيمكن الاسلام والمسلمين، واستشهد الحمد لله يعني استشهد بدول منهاره، استشهد بافغانستان، استشهد بسوريا، استشهد باليمن، استشهد بفلسطين. فكل ده كان شايف ان هو تمكين. امال الخراب يبقى ايه؟ انتوا ما فيش دولة دخلتوها او حاولتوا تقولوا او تدعوا ان انتوا بتنفذوا فيها شرع الله الا لما خربت. ضحكتوا على عقول شباب كتير وعشمتوهم بالجنة والحور العين وخليتوهم لبسوا الحزمة الناسفة وفجروا نفسهم، وانتوا قاعدين بتكوموا في فلوس وقاعدين هنا وقاعدين هنا وبتضحكوا على شباب صغير باسم الدين. يعني ربنا يثبتنا. الحقيقة يعني في ناس لما تسمع الناس بتتكلم على الدين بالشكل ده وان هم دول بيقولوا على نفسهم ان هم رجال دين والكلام ده كله، يعني ما تستغربوش لما تلاقوا ناس بتلحد او ناس بتطلع من المله اصلا. لكن دول لا يمثلوا الاسلام ولا المسلمين ولا اي دين اصلا، لان هم دينهم المصلحه والفلوس. لان في نفس الوقت الناس اللي بتكلمنا على كفر
والحضارة الكافرة والوثنية الثورة السورية كانت خير دليل عنهم. طلع مشايخ من مشايخ السلفية حللوا، على فكرة هم أنكروا الفتاوى القذرة اللي أفتوا بيها، كان حللوا جهاد النكاح. جهاد النكاح مش بس كده، ان قالك لو مفيش مجاهدات ان من حقه المجاهد ان هو ينكح اخته. والله دي فتوى قالوها، وبعد كده اللي فتى الفتوى دي قال لا انا بريء منها، انا ما قلتهاش، مع ان الفتوى كانت على قناه من قنواتهم، قناه الوصال، قناه وصل، حاجه كده. وكان في تقرير كامل سنه 2014 عن الموضوع ده على اليوم السابع، وكان في حديث او خدوا كانوا اتكلموا مع ناس من المجاهدات اللي كانوا موجودين في سوريا، وطبعا اتكلموا عن الايجور وان يعني حاجات الحقيقه. يعني هسيب لحضراتكم اللينك موجود تحت في الوصف، ارجو ان حضراتكم تقروه. المقال ده والتحقيق ده كان من سنه 2014، يتكلم على المجاهدين والمجاهدات اللي موجودين في سوريا. وكان في من ضمن الفتاوى القذره جدا اللي برضه صاحبها نفاها انه حلل شرب بول المجاهدين عشان يطهر ذنوبه، يطهر نفسه من الذنوب. نفس الكلام ده موجود في نفس المقال، وهسيب لحضراتكم كل اللينكات بتاعه الموضوع، هسيبها لكم حضراتكم قروها بنفسكم. فبالوقت اللي انت بتكفر فيه الحضاره والاثر وعمال تقول وثنيه والكلام ده كله، انت في يوم من الايام حللت وشرعنت ووجدت فتوى لجهاد النكاح. ومش بس كده، ده انت حللته مع المحارم. فسبحان الله ولا إله إلا الله، أنتم لا تمثلوا أي حد، لا تمثلوا إلا أنفسكم، وربنا يعني يا رب يعافينا من أشكالكم. ولكن نرجو أن الأصوات اللي ابتدت تطلع زي الغربان مؤخرا كده تاني، أرجو الانتباه ليها، لأن هي مثيرة للفتن ومحرضة على كل واحد بيتكلم على الحضارة، على التاريخ، على أي حاجة، محرضة على المسيحيين في مصر. وهذا لا نقبله ومش هنقبله، ومش هترجعوا تاني، ومش هيكون لكم وجود في وسطنا تاني. وزي ما بنقولها دايما، ربنا يحفظ مصر وجيشها ويحفظكم ويسعدكم جميعا يا رب. أرضي وأنا حر فيها، ولا تلومن إلا أنفسكم